هنعمل مع بعض عرق التربيانكو او عرق اللحمه البارده بطريقه سهله جدا، وكمان هقول لكم كل الاسرار اللي هتخليه يطلع معاكم طري وحلو قوي ويتقطع معاكم بسهوله، وهنعمل معاه صوص خطير. تعالوا بقى نشوف هنعمله ازاي. هجيب العرق بتاعي وبكون قايله للجزار ان هو يربطه لي بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. انشفه من الميه كويس قوي، اتبله بملح وفلفل اسود. الاحسن نسيبه في التتبيله على الاقل ساعه، وممكن كمان تحطوه في التلاجة لحد تاني يوم. وفي طاسه كبيره على نار عاليه هنزل بثلاث معالق كبار من الزيت وثلاث معالق كبار من الزبده. اول ما الطاسه تسخن كويس جدا هبتدي بقى ان انا احمر العرق بتاعي من كل ناحيه لحد ما ياخد اللون الحلو اللي انتوا شايفينه ده. بعد كده هنزل ببصله كبيره، اتنين جزره، اتنين طماطم، ثلاث فصوص من الثوم، عودين كده من الكرفس، وكمان عودين من الروزميري، ثلاثه من اللورا وثلاثه من الحبهان، ورشه من الملح والفلفل الاسود. وكمان هزود اربع معالق كبار من الصويا صوص، ودي اختياري. هقلبهم مع بعض كويس، وبعد كده بقى بنزل عليه بالميه المغليه، والميه المغليه يا دوبك مغطيه اقل من نص العرق. هغطيه الاول بورق زبده، وبعد كده هغطيه بالفويل، وبكون مشغله الفرن على درجه حراره 200، وبيدخل في الرف الوسط ساعه ونص بالظبط يا جماعه، وهيكون جاهز معاكم. بعد كده وهو لسه سخن هتطلعوه وتلفوه في ورق زبده، وبعد كده تلفوه كويس قوي في ورق فويل، وتسيبوه يبرد خالص الاول على الرخامه، والاحسن يرتاح على الاقل 4 ساعات في التلاجة قبل التقطيع. وكل اللي نزل من العرق ده بقى هنعمل بيه صوص خطير. الاول بصفيه كويس جدا من كل الخضار اللي فيه، وبعد كده في طاسه بجيب معلقه كبيره من الزبده ومعلقه كبيره من الزيت ومعلقتين كبار من الدقيق. هقلبهم مع بعض كويس جدا لحد ما ريحه الدقيق تطلع، وبعد كده هنزل بكوبايتين من الشوربه اللي نزلت من العرق، وهقلبها كويس لحد ما تتقل بالشكل ده. واختياري بحب اضيف نص كوبايه من كريمه الطهي، نظبط الملح والفلفل الاسود، وبحب كمان احط معلقه كبيره من الصويا صوص بتخلي لون الصوص حلو قوي زي ما انتم شايفين كده. وادي العرق بتاعي بعد ما ريحته في التلاجة، انا سبته لحد تاني يوم. بفك بقى منه الخيط وبقطعه بقى بكل سهولة، وحاولوا تقطعوا السمك بتاعه ولا رفيع قوي قوي ولا سميك قوي، يبقى بالسمك اللي انتوا شايفينه ده. شايفين بقى شكله حلو ازاي، مستوي كويس قوي وفي نفس الوقت طري من جوه وخطير. وقت التقديم بس بنحط عليه الصوص وبتقطعوه بقى. بصوا يا جماعة بيتقطع بكل سهولة، طعمه خطير والصوص معاه كان تحفة. ولو عندكم عزومة ممكن تعملوا معاه رز بالخلطة، بيبقى حلو قوي معاه. وبما اننا في ايام مفترجة وانا حبيت ان انا استغل احب الايام الى الله، فانا طلعت منه اطعام وكنت مبسوطة قوي. احلى حاجة ان انتوا تطلعوا من اكتر حاجة بتحبوها وتطلعوها على اكمل وجه، كأني احسن ضيف جاي يزوركم في البيت. هتحسوا براحة نفسية وسكينة، وان شاء الله ربنا هيكبر بخاطركم ويحقق لكم كل اللي نفسكم فيه. يا رب الفيديو يكون عجبكم، هستنى رأيكم فيه، واشوفكم على خير في فيديو جديد.